بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض فراخ سويت اند ساور. فراخ بتطلبيها من المطاعم، بجد بجد هنعملها في البيت احلى من المطاعم بكتير. بصوا الفراخ شكلها حلو ويشهي واحلى من ما بتجيبيها من بره، والنتيجه مضمونه 100%. هنعملها في 10 دقايق. انت لما بتطلبيها في المطعم بتجيلك في 10 دقايق، وهي مش هتاخد اكتر من كده. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عايزينها مع بعض صدور الفراخ، وتكون الصدور سليمة عشان اقدر اقطعها مربعات، كل مربعة يعني صغيرة قد التانية. مش هنقطعها شرايح، هنقطعها مربعات، بس ما تبقاش تخينة علشان خاطر الفراخ نفسها تستوي. تمام كده. بس اجيب بقى، انا جايبة كيلو فراخ غسلاه ونقعاه ومصفياه كويس قوي، وبعدين قطعته زي ما انتم شايفينه كده اهو، كله مقاس واحد كده. بس خلاص احطها بقى في بولة، وابدأ بقى اتبلها. معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة بابريكا، وكمان صويا صوص، وده اساسي في الوصفة، ويكون دارك، يكون غامق ما يكونش فاتح. اتبل بقى الفراخ كده. هو الصويا صوص هيغمق الفراخ بس مش مشكلة، بيديها طعم حلو قوي، وده اساسي معانا في الوصفة. نجيب بقى الصوص اللي بحط فيه الفراخ بعد ما بعملها. بحط بقى كاتشب وسكر، يعني احط كوباية كاتشب ونص كوباية سكر، ودي كمية قليلة، وتلت كوباية خل، ومعلقتين كبار نشا، عشان طبعا النشا بتخلي الصوص يتقل وتبقى حلوة قوي. اقلب كويس قوي. كمية السكر نص كوباية دي كمية قليلة على اللي بيستخدموه في المطاعم، طبعا بيبقى اكتر من كده بكتير. فلفل الوان واقطعه مربعات زي ما انتوا شايفين كده. فلفل اصفر واحمر ورومي، ما بيتحطلهاش طبعا فلفل حامي، بقطعهم مربعات. وكمان بجيب بصلتين صغيرين او بصلاية كبيرة، واقطعهم برضو كده شرايح. وده الخضار اللي انا عايزاه في الوصفة كله. تمام كده. اجيب بقى اتبل بقى، خلاص انا فراخي اتبلت. اجيب بقى كوباية دقيق، ادي نص، وادي التاني كوباية دقيق ونص كوباية نشا، وكمان معلقة بيكنج باودر حلوة. اقلب الخليط ده كله على بعضه، عشان ده اللي هحط فيه الفراخ بتاعتي. لازم الفراخ اغلفها كويس جدا بالخلطة اللي انا عملتها دي، يعني على ما تبقاش لازقة في بعضها، واغلفها كويس قوي علشان النشا هتخليها تقرمش وتخليها متماسكة وحلوة قوي. الخلطة دي حلوة جدا. وطبعا انا ما حطيتش فيها اي توابل في الدقيق، لاني انا متبلة الفراخ بتاعتي كويس جدا. يعني اكتفيت بتتبيل الفراخ خلاص كده. شايفين الفراخ كلها متغلفة بالطبقة دي. اخدها بقى على النار، زيت يكون سخن، وابدأ انزل بالفراخ واحدة واحدة. يعني انزل اول ما الزيت يسخن، انزل بيها واحدة واحدة، وبعيدة عن بعض عشان ما تلزقش في بعض. وهي يا دوبك بتستوي، يعني الزيت يكون سخن قوي. اول ما الفراخ بتتحط يا دوبك الزيت بيغلي زي ما انتم شايفين كده. ببدأ بقى خلاص اطلعها. بصوا طبعا الكاميرا ظالمة لونها، بس هي بصراحة حلوة قوي ومقرمشة. طلعتها اهي على مناديل عشان ما يبقاش فيها اي دهون، كل الكمية. بس خلاص ابدأ بقى اجيب الصوص بتاعي اللي انا عملته اهو. النشا هتخليه متماسك شوية وحلو قوي، واحط فيه الخضار، واسيب الخضار بقى فيه يشرب من الصوص، وفي نفس الوقت عايزاه يدبل. ازود بقى سويت تشيلي صوص، انا بحبه قوي وبيديله نكهة وطعم حلو قوي، بيعزز طعم السويت اند ساور، بجد بيخليها حلو قوي. خلاص كده الخضار بتاعي دبل. انا عايزاه برضو يقرمش بس يكون دبلان شويه. احط الفراخ بتاعتي واقلب تقلبتين. طبعا الفراخ مستويه يا جماعه، انا عايزاها تشرب بس من الصوص اللي انا عملته والخضار كمان. بصوا كده خلاص طبقي جاهز. اكون طبعا مجهزه طبق التقديم، وانزل بقى بالفراخ بتاعتي
طعمها خطير بجد، مش بتاخد 10 دقايق، وانتي في المطعم لما بتطلبيها بتجيلك بعد 10 دقايق، لان هي ما بتاخدش حاجة، وفي نفس الوقت غالية جدا، وهي بتتعمل بسيطة قوي. ناس كتير قوي مش عارفة ان هي بسيطة، بس هي حلوة قوي. رشة سمسم من فوق، وكده الوصفة بتكون جاهزة معانا وسهلة وبسيطة. وبصي القطعة متماسكة ازاي، وتاخديها بقى مع فلفل وبصل، والصوص بتاعها خطير. تقدميها مع رز أبيض، بجد وجبة في منتهى الجمال. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.